السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ انا ديجا وجدي ودي قناتي سهلة وبسيطة. كل سنة وانتم طيبين. بنحاول نجمع اي وصفات اقتصادية بقدر الامكان عشان رمضان. الوصفة دي اقتصادية جدا، حواوشي كله خضار مفيهوش لحمة ولكن طعمه تحفة. هنشوف بنكون من ايه. عندنا بطاطس وعندنا بصل وعندنا جزر وعندنا فلفل والتوابل. وطبعًا والله يا جماعة كنور دي كانت يعني آخر مكعبين قبل المقاطعة طبعًا كانوا عندي، فهُم أنا أصلًا شايلاهم للحواوشي يعني عشان هو بيبقى حلو جدًا بمكعب المرقة بتاع اللحمة. طبعًا بعد كده اشتريها بقى طبعًا من عند العطار، لكن دي كان طعمها تحفة جدًا في الحواوشي ده بالأخص. هنبشر البطاطس وهنبشر الجزر والبصل ونقطّع الفلفل قطع صغيرة كده زي ما أنتم شايفين. أدي الحاجة أهي بقت جاهزة معانا. أدي البصل، طبعًا لو أنتم حابين تزوّدوا البصل بالزيت بيبقى تحفة جدًا، لو زاد ما بيخلّيش الطعم وِحِش إطلاقًا. هنغسل بقى البطاطس بعد ما نبشرها كده تحت المَيّة كويس جدًا في صفاية، ونصفّيها حلو علشان ما يبقاش فيها مَيّة خالص. نروح بقى دلوقتي علشان نشوّح كل المكونات بتاعتنا دي في قلاية أو في طاسة تيفال يُستحسن علشان ما الخضار ما يلزقش فيها ويضايقنا وإحنا بنحطه في العيش. أي حاجة طبعًا إحنا بنعملها يا جماعة سواء بقى في البيت سواء في الأكل، أحسن حاجة نذكر ربنا عشان ربنا ييسّر لنا الأمور. طبعًا أنا عارفة بيبقى في أطفال وبيبقى في مسؤوليات في البيت وترويق وتجهيز وحاجات كتيرة، يعني الوصفة دي سهلة وسريعة وهتخلص معاكم على طول، وده ما يمنعش إن إحنا نذكر ربنا في أي حاجة بنعملها. فعلًا هنلاقي الوقت بيعدّي مش حاسين وبننجز في نفس الوقت والحاجة بتطلع حلوة جدًا، وإن شاء الله هيضبط معاكم ويبقى جميل. من ميزات بقى كمان الوصفة دي إن هي سهلة واقتصادية وسريعة جدًا، ما بتاخدش وقت في التجهيز ولا في العمايل، وإن شاء الله هتعجبكم وهتعجب الأطفال كمان بالأخص. لو في حد عنده فكرة ببدايل ماجي وكنور ومكعبات المرقة يا ريت يكتب لي في الكومنتات عشان أنا جربت مرقة اللحمة والفراخ من عند العطار بس ما كانتش حلوة زي ماجي وكنور الصراحة. فبس طبعًا يعني بامشّي الدنيا بيها مؤقتًا. فمش عارفة لو حد عرف بديل ليهم يا ريت تقولوا لي يعني أستخدمها. دلوقتي بقى إحنا أهو بنشوّح كل المكونات الخضار بتاعتنا على النار مع السمنة والزيت. هنرش بقى شوية فلفل أسود. المكعبات هنا أصلًا مملحة فمش هنضيف ملح، لكن البهارات السايبة بتاعة العطار بتبقى محتاجة ملح، لكن دي اللي هي مكعبات المرقة الجاهزة بتاعة كنور وماجي ودول أصلًا طبعًا مش محتاجين ملح. هندوبها بقى مع كل الخضار ونقلب كويس جدًا لحد ما نتأكد إن هي دابت جوه الخضار، ونقعد نقلب شوية طبعًا لحد بس إيه ما نحس إن المكونات كلها تقريبًا بقت شبه العجينة، علشان نبدأ بقى نحشي بيها العيش ونسويه. أهي تقريبًا أهو بقى باينة في الصورة أهي تقريبًا كله امتزج مع بعضه وبقت شبه العجينة. هنجيب بقى عيش طبعًا يستحسن يكون صابح، ريحتها أصلًا يا جماعة تحفة من قبل ما نحط كمان أصلًا المرقة، يعني هي من أول ما بتتحط على النار وتبدأ نقلب فيها وريحة الفلفل مع البصل مع الجزر وكل الحاجات دي بقى تدخل كده مع بعضها أصلًا بتبقى ريحتها تحفة. يُفضّل يكون العيش طبعًا فريش أو يعني يكون مثلًا حتى لو هو في الفريزر يبقى سخن، نسخّنه بس شوية عشان نعرف نفتحه بسهولة ويبقى طعمه حلو وما يفرولش كده مثلًا أو يتكسر وإحنا بنحط فيه الحشوة. هنفتحه كده ممكن تفتحيه بسكينة، بمقص، بأي يعني طريقة محببة ليكِ أو سهلة بالنسبة لِك. نحط بقى الحشوة جوه العيش. في ناس بتحب طعم العيش أكتر من الحشوة نفسها، يعني طبعًا ده بقى حاجة نسيبها للمود بقى كل واحد بيحب إيه يعني. هنحشي كويس، نحط في كل الأطراف علشان نتأكد إن الطعم يبقى برضه ممتزج مع العيش. هنشوحها بقى في طاسة على النار. أنا حتى في حواوشي اللحمة برضه باسويه فوق البوتاجاز، ما باحبش بصراحة إن أنا أسويه في الفرن، لكن أنتِ تقدري تسويه في الفرن عادي مش هيحصل حاجة. بس أنا باحب أسويه فوق. هنجيب بقى طاسة ونحط عليها حتة سمنة صغيرة وشوية زيت ونبدأ بقى نقلب العيش، بس كل وش أول ما يبدأ يتحمر نقلب على الوش التاني، ما نحاولش نقلب كتير أوي أول ما نحطه على النار علشان الخضار ما يطلعش مننا أو يعني إيه يطلع من العيش يلزق في الطاسة أو يعني يتحرق. مش هيبقى لطيف يعني.
نحضر بقى صينية كبيرة نفردها مناديل مطبخ علشان نفرد عليها العيش، لو في اي زيت زيادة طبعا يطلع في المناديل هنلاقيه بقى بيقرمش معانا، ومع سلطة الطحينة بيبقى تحفة. اتمنى الفيديو يعجبكم واتمنى تنفذوا الفكرة، والله هتعجبكم جدا بجد. لو الفيديو عجبكم بليز ما تنسوش تدوسوا لايك وتسيبوا اسئلتكم في الكومنتات.